اسمع بقى، تخيل كده بتصحى من النوم تلاقي نفسك مربوط في الأرض ومية مخلوق قد كده واقفين فوق وشك. أيوة والله ما بهزرش، دي بداية فيلم جاليفر اللي قلبها جنان من أول ثانية. الواد صاحي سامع شوية أصوات كده، جسمه مش قادر يتحرك وحاسس حاجة مسكة إيده ورجله واخدة عينه في الرجلين. فجأة لقى نفسه محاصر بمخلوقات صغنانة كده، طول الواحد فيهم 10 سنتي بالكتير، واقفين فوق كأنهم شافوا كائن فضائي وقع عليهم من السماء. مسكين الحبال والرماح واقفين حواليه كأنهم بيصوروا فيلم الفضائي وقع في الميدان. وجاليفر واقف مبلم، هو أنا اللي صغير ولا دول اللي طالعين من علبة مايكرو؟ وبعد ما فاق من الصدمة عرف إن المكان ده جزيرة اسمها ليلبوت، والناس دي دماغها ناشفة، أي حد مش من عندهم يبقى خطر ولازم يربطوه. القائد بتاعهم بصله كده من فوق لتحت وقالوا: انت جيت هنا ازاي يا عم الضخم؟ جاليفر ساعتها رد وهو لسه مذهول: يا عم انا كنت راكب مركب لوحدي بعمل فيها مستكشف جامد، فجأة الموج قلب عليا وبلعني، صحيت لقيت نفسي هنا مربوط زي الفسيخ. قال لهم: كنت ماشي لوحدي في مركب عامل فيها مستكشف بتاع مثلثات وحاجات، وفجأة الموج قلب عليا وغرقني، صحيت لقيت نفسي هنا مربوط زي شوال بطاطس. طبعا ما صدقوش، خدوه حطوه في السجن وربطوه بالسلاسل وعاملينه كأنه قنبلة موقوتة. بس مع الوقت لما بدأ يهدي أعصابه ويتكلم معاهم بهدوء، شوية صدقوا وشوية لسه شايفينه خطر. لحد ما جت الفرصة الذهبية، القصر الملكي ولع والنار كانت قربت تآكل الأميرة. وهنا جاليفر قال: يا أنا يا هي. جري جاليفر وأنقذ الأميرة بطريقة غريبة شوية، بس أهم حاجة إنها نجحت، ومن بعدها الدنيا اتقلبت. الملك بنفسه قال له: انت مش غريب، انت واحد مننا يا بطل. والناس بقى بتحبوا تعملوا تماثيل بالكلام، واكله شارب في المدينة ومعتبرها بتاعته. بس جاليفر ما اكتفاش، بدأ يحكي لهم قصص بطولات من دماغه، مرة هزم وحش فضائي، ومرة رئيس أمريكا، وصاحب سبايدر مان وسوبرمان، وجاي من منهاتن بلد الأبطال الخارقين والأسلحة اللي من الخيال. أهل الجزيرة فرحوا بيه وبنوا له تمثال وعينوه مستشار للملك. حتى الأمير إيدو كان نفسه يبقى مكانه. القائد العسكري بدأ يغير منه، أما جينيفر فكانت طايرة من الفرح بيه، لدرجة إنهم عملوا له ماكينة قهوة مخصوص على مقاسه على أعلى مستوى، بيت مخصوص على حجمه، وسينما مخصوصة كمان. والراجل مبسوط بيتفسح بين البيوت كأنه في جولة سياحية. وكان فيه واحد صاحبه المقرب جدا اكتشف جاليفر إنه بيحب الأميرة، والمفاجأة إن الأميرة كمان بتحبه. جاليفر قرر يساعده، حتى إنه كتب له كام جملة غزل من بتوع الأفلام، والأميرة كانت بتسيح أكتر معاه. بس العقبة الكبيرة، الملك مش راضي يجوزها لواحد عادي، عايز حد من طبقة راقية. أما الأمير تاني، فالأميرة ما كانتش طايقاه، وهو مش بس عايزها، ده كان عينه على المملكة كلها. راح للأب يضحك عليه وقال له: فيه هجوم خطير جاي علينا، والحقيقة إنه كان متفق مع الأعداء وقافل أبراج السلاح بنفسه عشان يسهل لهم الاحتلال، وبعدها يمسك الحكم لوحده. وبدأت الحرب فعلا، والمدافع شغالة على قصر الملك، والأمير الشرير فرحان بيحلم بالعرش. الملك بص لجاليفر وقال له: أنا معتمد عليك يا بطل، خلصنا من المجرمين دول. جاليفر صدم، مش عارف يبدأ منين. قام خلع هدومه ما عدا الأساسيات ومشي عليهم وهو بيزعق: أنا مش جاي ألعب. نزل يضرب في المية بإيده كأنه بيعمل سونامي، والأعداء توتروا وفتحوا نار عليهم، والرصاص مساكه في جسمه بالغلط، وهو بيترنح دخل على سفنهم ودمرها واحدة واحدة وسحبهم كلهم للشاطئ. الملك والشعب كانوا طايرين بيه فرح، والملك قال: ده واحد مننا، ده بطل الجزيرة. وأم من الحراس قالت: أي حاجة جاليفر يطلبها تتحقق فورا. أما الأمير أول ما راح للأميرة خدت بعض أنفاسها وقالت له: بره يا بني، مش عايزة اتجوزك ولا في كابوس. لكن المصيبة انه هو في السوق، الأمير وهو في السوق شاف صور جاليفر معلقة في كل حتة، فوشه احمر من الغيظ وقال: لا كده كتير. رجع على المملكة، طلب منهم يبنوا له رجل آلي ضخم يلف بيه الجزيرة، وقعد هو جواه يتحكم فيه. للأسف جاليفر اتغلب، والأمير استولى على الحكم ورمى جاليفر في البحر زي كيس الزبالة. جاليفر وصل للشاطئ، وهنا الصدمة، كل حاجة حواليه بقت عملاقة وهو بقى قد النملة. وفجأة واحدة ضخمة مسكته زي لعبة وقالت: يا عيني على العروسة الجديدة، وقامت ملابساه هدوم بنات وشربته وحلبته ولعبت بيه كأنه دبدوب مضحك. وتاني يوم صاحبه اللي بيحب الأميرة
وصل للمكان العملاق ده، وفعلا قدروا يهربوا مع بعض ورجعوا الجزيرة عشان ينقذوا المملكة ويفكوا حبيبته من السجن. حرروا الملك كمان، وكلهم اتجهوا لمواجهة الأمير الشرير اللي كان معتمد على الروبوت الضخم. المعركة كانت مولعة، الكل بيتضرب في ثانية، وجاليفر مش قادر يسيطر، لكن صاحبه الشجاع قرر يتسلق الروبوت ويدخل جواه، ولما لقى فيه عطل جاليفر استغل اللحظة وضربه ضربة قاتلة قضت عليه تماما. الجزيرة كلها فرحت، وصاحبه تقدم للأميرة، والملك وافق فورا وبقى هو الأمير الجديد. أما جاليفر رجع بلده واشتغل تاني في المجلة اللي قبل كده شاف فيها فشله، لكن المرة دي كان أنجح واحد فيها وصورته بقت في كل مكان. القوة الحقيقية مش في الحجم أو العضلات، لكن في الشجاعة والنية الطيبة وقدرتك تساعد غيرك حتى لو الظروف ضدك. وكمان إن الكذب والتباهي ممكن يكسبك إعجاب الناس مؤقتا، لكن الأفعال الحقيقية هي اللي بتثبت قيمتك وتخلي اسمك يعيش. وفي الناحية التانية الطمع وحب السلطة بيكونوا بداية سقوط أي شخص حتى لو كان في أقوى موقف. يا جدعان، لو الفيديو ده عجبكم دوسوا لايك وسبسكرايب دلوقتي حالا، والأهم من كل ده ارفعوا ايدكم معايا بدعوة من القلب لأهلنا الأبطال في غزة، ربنا يحميهم وينصرهم على عدوهم الغاشم.